ايوه يا كوكي، وكمان انا اللي هحكي لكم النهارده قصه من قصص الحيوان في القران. ايه ده؟ ده جهنم بقى. اما انت جمال بسرعة. يا جيمي، يا جومي، يا جيمي، يلا تعالى بسرعة. بتندهي عليا ليه يا بنت انتي؟ ها؟ معليه صوتك كده ليه؟ حق عليا، انا خايفة عليك ومش عايزة يفوتك الحدوتة. ايه ده بقى؟ هو انت النهارده يا ابي هتحكي لنا حدوتة بدل إله؟ طب هتحكي لنا ايه بقى؟ هحكي لكم النهارده يا ولاد اصحاب الكهف. دي حاجة غريبة قوي. ايه كلب اصحاب الكهف؟ دي حدوتة تخوف. لا 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 ابدا يا كوكي، دي حدوته جميله ومليانه قصص ومواعظ هتعرفوها دلوقتي. تعالوا اقعدوا يا ولاد. كلب اصحاب الكهف يا ولاد كان اسمه قطمير. وزي ما انتوا عارفين قد ايه الكلاب اصدقاء واوفياء للانسان. بس مش كده وبس، دول كمان عندهم حاسة شم وسمع حادة جدا. علشان كده دايما بنستخدم الكلاب في الحراسة واحنا نايمين. طيب وبعدين عمل ايه الاستاذ الكلب قطمير هو يا ده؟ جمال قصة الكلب قطمير مع أصحاب الكهف. وعايزه اعرف كمان هما ليه اسمهم اصحاب الكهف يا ابي؟ حاضر يا كوكي. بص يا حبيبتي، كان في وقت من الأوقات يا ولاد في حاكم ظالم جدا، وكان أهل البلد اللي هو بيحكمهم هم كمان ظالمين. وكان الحاكم ده بيجبر الناس إن هم يعبدوا إله غير ربنا سبحانه وتعالى، آلهة حجارة ما بتضرهمش ولا بتنفعهم. ايه ده؟ هو كمان كان بيعمل كده؟ اصل ايمان حكت لنا عن ناس كتير قوي كانوا بيعبدوا الاصنام. أيوة يا كوكي فعلا، وكمان كان بيعاقب اللي بيؤمن بالله وبيقتله. يا نهار ابيض. كان أصحاب الكلب قطمير دول مجموعة من الرجال الصالحين، وكان بيروح معاهم عشان يحرسهم في أي مكان بيروحوا فيه. هم كمان كانوا بيقدموا له الأكل والشرب. ولأنهم كانوا بيعبدوا الله سبحانه وتعالى، فالناس اللي حواليهم بدأت تلاحظ وبدأوا يقولوا إيه ده؟ دول شكلهم كده بيعبدوا ربنا ومش بيعبدوا الآلهة بتاعتنا. وبعدين عملوا ايه؟ عملوا ايه يا ابي؟ حصل لهم ايه؟ خافوا طبعا من ظلم الحاكم وكمان أهل البلدة، فقرروا إن هم يهربوا ويروحوا يقعدوا في مكان آمن جدا. وطبعا الكلب راح معاهم. ودي محتاجة نباهة، ما هو طبعا بيروح معاهم في كل حتة، فأكيد خدوه المكان ده. فعلا يا ولاد، ساب الرجال الصالحين دول منازلهم المريحة الجميلة وخرجوا يدوروا على مكان يستخبوا فيه. يا عيني يا حرام. وبعدين؟ فضلوا ماشيين مسافة طويلة جدا لحد ما وصلوا للجبال، وهناك لقوا كهف آمن جدا وقرروا يستخبوا فيه من أهل القرية. وبعدين حصل ايه يا أبي؟ دي قصة حزينة. قعدوا يدعوا ربنا ويقولوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بطلوا عياط يا ولاد، هنا بقى حصلت المعجزة. كلهم حسوا إن هم عايزين يناموا وناموا كلهم. طب وكلب فضل يحرسهم بقى ولا عمل ايه؟ طبعا يا جمال قعد يحرسهم، وهي دي محتاجة كلام. لأ يا كوكي، الكلب كمان مد دراعه قدامه ونام، وكلهم ناموا. وعدت الأيام وبعدها الشهور وكمان السنين، والشمس بتطلع كل يوم وتعدي من على الكهف بتاعهم من اليمين وتغرب من ناحية الشمال، وهم كلهم نيام بيتقلبوا شوية يمين وشوية يسار، ومحدش فيهم بيصحى أبدا. ايه ده؟ انا مش فاهمة حاجة، يعني هم ماتوا ولا ايه؟ وانا كمان مش فاهم ازاي بيتحركوا وهم نايمين. ما هي دي المعجزة اللي بقول لكم عليها. وبعد سنوات طويلة صحيوا كلهم وافتكروا إن هما ناموا ليلة أو اتنين، مش أكتر من كده. ايه ده؟
أمال هم فضلوا نايمين قد إيه؟ أكتر من 300 سنة يا جمال. سبحان الله، دي معجزة فعلا. طب وعملوا إيه لما صحيوا وكانوا كبروا بقى قوي وعجزوا ولا إيه؟ أول ما صحيوا من النوم يا جمال كانوا جعانين جدا، فبعتوا واحد منهم يشتري أكل، بس قالوا له خلي بالك لحسن الملك الظالم يشوفك ويقتلك أو يجبرك إنك تعبد الأصنام. بس لما راح الراجل الصالح عشان البلد يشتري الأكل اتصدم. طبعا، ما هو كان نايم 300 سنة. فعلا يا جمال لقى كل حاجة اتغيرت، الهدوم اتغيرت وشكل الفلوس اتغير، وحتى الراجل اللي راح يشتري منه استغرب الفلوس اللي الراجل الصالح جاي بيها. وعرف الراجل الصالح إن هم لما مشوا من البلد أهلها أمنوا بالله، والملك الظالم ده مات وجه مكانه ملك صالح. الحمد لله. أحمدك يا رب. طبعا فرحوا جدا، صح يا أبي؟ وبكده عرف كل الناس المعجزة اللي حصلت للرجال الصالحين، وإن ربنا بعثهم بعد 300 سنة، وراحوا عشان يشوفوا الكهف اللي كانوا قاعدين فيه. وبعد ما شاف أهل القرية معجزة الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى، قبض أرواح الرجال الصالحين. يا خسارة. طب وبعد ما ماتوا عمل إيه أهل القرية؟ اختلفوا يا جمال، بعضهم اقترح إن هم يبنوا بناء فوق الكهف عشان يفتكروا بيه الرجال الصالحين، وفريق تاني قال له لأ، إحنا هنبني مسجد فوق الكهف ده. طب وبعدين يا أبي سمعوا كلام مين في الآخر؟ في الآخر يا كوكي بنوا مسجد عشان يبقى شاهد على المعجزة اللي حصلت مع الرجال الصالحين. إيه رأيكم بقى في الحدوتة بتاعة الكلب قطمير؟ كانت حدوتة مخيفة يا كوكي ولا حدوتة مفيدة؟ لا طبعا، دي كانت جميلة قوي، بس أنا زعلانة إن هما ماتوا. دول كانوا رسالة من الله عز وجل يا كوكي. سبحان الله.